ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا يا اجمل اخوات في الدنيا. بقالي فتره كبيره مش بنزل معاكم فيديوهات. بس النهارده عملنا فيديو مع بعض، وهو تنظيف الطاسه الاستانلس من الدهون بمكونات سهله ومكون كمان جبار هقول لكم عليه. نضفت الطاسه ونضفت عيون البوتاجاز زي ما انتم شايفين، بصوا شكلها عامل ازاي. كنت الفترة اللي فاتت تعبانة شوية، عشان كده ما كنت مش بنزل فيديوهات، وكمان كنت سايبة البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. العيون كنت بقى امسح البوتاجاز من فوق، والعيون كنت سايباها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغاية لما وصلت للدرجة دي. فكيت بقى اليد بتاعة الطاسة بتاعتي هنا، وكنت بحكها كده وبوريكم ان هي مش بتطلع بسهولة الدهون اللي فيها. وجبت حلة كبيرة على النار، حطيت فيها مية لغاية لما ابتدت ان هي تقرب على الغليان، وحطيت فيها كوباية من الخل. هنزل بقى بالحاجات بتاعتي اللي انا محتاجة انضفها على النار كده في المية والطاسة والعيون اللي انتوا شايفينها دي. حطيت معلقة بقى من البيكنج بيكنج صودا اللي هو الكربوناتو، وحطيت معلقة كبيرة من ملح الليمون. دي مكونات اساسية معايا في الوصفة، والمكون الجبار اللي هيخلصني من كل الدهون بكل سهولة. وهو لسه هحطه دلوقتي، وهو حاجة ما تخطرش على بالكم. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لي كومنت حلوة ودعوة منكم حلوة كده في التعليقات. المكون بقى الجبار اللي احنا هنحطه النهاردة بيخلصنا من كل الدهون اللي موجودة في اي حاجة عايزة ننضفها، وكمان بيخلصنا من كل الزيوت اللي لازقة بتبقى في الطاسة وفي العيون. وهو معلقة من النشادر او الامونيا. النشادر دي اللي احنا بنستخدمها في البسكوت بتاع العيد. في بسكوت بتاع العيد اسمه بسكوت النشادر. النشادر دي طلعت جبارة جدا جدا يا بنات في تنظيف الدهون وتنظيف اي حاجة معصلجة معاكي كده الدهون بتاعتها ومحتاجة ان انتي تنضفيها. حطيت معلقة كبيرة كده مليانة، وسبتهم لغاية لما فضلوا يغلوا ياما على النار. وكان في المقطع اللي انا كنت بوريكم يعني ساعة ما كانت بتغلي على النار، بس للأسف ده اتحذف مني لان في وقتها كان النور قطع يعني، وكملت بعد ما النور جه. فدي العيون بتاعتي بعد ما طلعتها من المية اللي انا كنت حطاها فيها، وابتديت ان انا ادعكها زي ما وريتكم الحتة اللي هي بتاعت عين البوتاجاز. وانا بدعكها كانت قبل ما ادعكها وبعد ما الحتة اللي انا دعكتها كان في فرق باين ازاي. ودلوقتي بقى جبت هنا الطبق اللي جنبي اللي انا حاطه فيه ده، حاطه فيه شويه بريل وحاطه فيه سلكه مواعين ناعمه. اللي هو السلك الناعم ده عشان خاطر يخلي المواعين بتاعتي او عيون البوتاجاز اللي انا بغسلها تكون كده بتلمع وما يخربشهاش وما يعملش فيها اي فحر كده من السلك الخشن. قعدت بقى انضف فيهم كده حته حته وواحده واحده زي ما انتوا شايفين الميه اللون الاسود اللي طالع في ايديا دوت من العيون. طبعا ما خدتش معايا وقت كبير يعني، ولا خدت مني مجهود. لو ما كنتش عملت الخلطه دي كنت هضطر ان انا افضل ادعك فيها واجيب لها بقى سترس او اجيب لها باور، وكان هيتعبني. هنا بقى العين بتاعت اليد اقصد بتاعت الطاسه. بصوا هنا بقى وانا بنضفها انا يا دوبك بس بمسح عليها بالسلكه زي ما انتوا شايفين كده، وما خدتش برضو معايا اي وقت. كان عليها كمية دهون كبيرة انا فكتها ببوز السكينة كده، او لو عندك مفك كده ممكن تفكيها لو هي عندك اليد بتاعة الطاسة بتتفك. وهنا كمان هجيب بقى الطاسة بتاعتي هديها دعكة كده حلوة. انا عايزة اقول لكم وهي على النار في المقطع اللي اتمسح انا كنت بعمل بالمعلقة الخشب حوالين الطاسة كده، وكانت بتنزل مني من الطاسة القطع السودة ديت بتاعة الدهون، كانت بتنزل زي القشرة. والله يا بنات كانت في المية كده نازلة زي القشرة بالظبط، من غير اي دعك فيها او اي حاجة. انا بس كنت هنا بحاول ان انا المعها. طبعا الاسود اللي في الطاسه دوت ده حرق في الاستانلس نفسه. يعني اللي عنده حلل الاستانلس او طاسات استانلس هيعرف ان الحلل والطاسات دي لما بتتعرض للحراره العاليه بتعمل كده الاستانلس بتاعها نفسه بيتحرق. لكن الدهون اللي كانت في الارضيه بتاعه الطاسه والدهون اللي كانت موجوده كلها اول ما دعكتها اتمسحت على طول واتغسلت وبقت زي الفل.
هنا دي كمان الطاسة عندي ودي العيون بعد ما خلصتها. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، ما تنسونيش بلايك وشير. مع